تعالوا النهاردة بقى نعمل الفراخ الروستو زي المطاعم بالظبط، وهتبقى عندنا في التلاجة وممكن تقعد فترات كبيرة عادي خالص، وهتبقى بديل لللانشون الحاجات المصنعة. هيبقى معايا صدرين دجاج حجمهم من متوسط لكبير. هنجهز بقى التتبيلة، هنحط زيت زيتون وعصير ليمون وشوية عصير برتقان، معلقتين باربيكيو صوص، هنحط شوية بابريكا كتار وشوية توم باودر، وهنحط ملح وروزماري، وكمان ممكن نديها سنة عسل أبيض، وهضيف كمان الليمونتين اللي أنا عصرتهم. هقلب بقى كل ده مع بعض، وهنزل بصدرين الفراخ وأقلب بقى علشان التتبيلة تنسجم كده مع الصدور. ده شكلهم يا جماعة بعد ما قلبتهم كويس. هغطيهم بقى واسيبهم في التلاجة من 6 ساعات لليلة كاملة، وده بعد ما طلعتهم. الفراخ شاربة خلاص يا جماعة من التتبيلة. الأفضل يعني تقعد ليلة كاملة. طاسة بقى سخنة جدا على النار، هنزلهم ياخدوا صدمة علشان يحفظوا السوائل جواهم، والسوائل دي ما تنزلش لما يدخلوا الفرن. هقلب دقيقتين 3 على كل جنب لغاية ما ياخدوا لون كويس معايا، وكمان تاخد صدمة كويسة والأنسجة بتاعتها كلها تتقفل. هنا بقى بدأت تاخد اللون، بس كده هرفعها من على النار بقى، وهبقى مجهز كيس حراري في صينية. هحطهم في الكيس وهنزل عليهم بباقي التتبيلة وأقلب كويس. هبقى مسخن الفرن بقى مثلا على درجة حرارة 150 160. هسيبهم ساعة في الفرن. ده شكلهم بعد ما يطلعوا. خلاص التتبيلة اللي من بره دي بقى هبدأ أشيلها. خلاص الفراخ خدت من طعم التتبيلة. هبدأ أشيلها كده بمنديل أو بسكينة أو بإيدي بأي حاجة. خلاص كده ده شكلها يا جماعة بعد ما شلنا من عليها التتبيلة. نبتدي بقى بسكينة نقطعها. هيبقى شكلها عامل كده يا جماعة. على فكرة الطبق، هي عملت 3 أطباق من نفس الطبق ده. وعلى فكرة الطبق ده بيتباع في السوبر ماركت بأرقام، يعني يمكن ب8 فرختين. احنا بقى عملنا 3 أطباق من دول بصدرين فراخ بس. هتبقى بديل اللانشون واللحوم المصنعة يا جماعة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم.